كلمة للمكرمين والمكرمات بهذه المناسبة يلقيها نيابة عنهم الأستاذ مهند بن سعيد بن بشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لليلة فضيلة أن جمعت هذه الوجوه الطيبة والنيرة، فنحن في هذه الليلة نعيد العيد ونكرره بلقياكم، فكل عام وأنتم بخير. إنه لشرف عظيم أن أتقدم إخواني في إلقاء كلمة المكرمين لعام 1437، وإنه لشرف أعظم أن يكون التكريم من آبائنا وكبار وأعيان قرية آل وليد. فمن أي أبواب الثناء سندخل، وبأي أبيات القصيد نعبر، وفي كل لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر. إنكم كسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضرت، ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر، لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. لكم مني ومن المكرمين في هذه الليلة المباركة من الشكر أجزله ومن الثناء أجمله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم بنا، كل في مجال تخصصه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.